بغيتي تمشي لاوروبا، وانا عارف الاغلبيه دابا هذا هو الحلم ديالهم، سواء ولاد ولا بنات، والله يسهل عليكم كاملين. ولكن في هذه اللحظه اللي انت مريح فيها وتتسنى تمشي لاوروبا، غادي نقول لك ثلاثه الحوايج عن تجربه شخصيه بغيتك دير بيهم باش نهار تحط رجلك في اوروبا تكون واجد ليها، حيت اوروبا ماشي سهله. اول حاجه الحرفه، حيت بلا بها في اوروبا غادي تعاني بزاف. مادام انت هنا والحلم ديالك هو الغربه، نوض تعلم ليك اي حرفه جاتك في بالك ولا ترتاح ليها، سواء حله، نجار، صدور، اي حاجه. المهم هو حرفه تكون عندك باش نهار تحط رجلك في البلاد اللي باغي تمشي ليها تعرف اين خدمه تتقلب عليها. حيت اول حاجه غادي يسولك عليها شي واحد باغي يعاونك ولا يخدمك هي شنو تعرف دير. واخيب حاجه تقدر تجاوب بها هي ما عندي حتى حرفه ولكن نقدر ندير اي حاجه. هنا الا بغى يخدمك هذاك السيد غادي يحرص عليك مزيان، حيت صعيب تلقى خدمه وانت ما عندك حتى حرفه وبصالير مزيان. اللي بغيت نقول لك هو الا جيتي بحرفتك تقدر تلقى خدمه بالزربه وغادي تندمج بالزربه وغادي تسهل عليك بزاف الحوايج. ما تفكرش بزاف، الا كان عندك حلم واحد هو اوروبا، نوض تعلم لك حرفه اللي غادي تشكرني عليها نهار تحط رجليك في البلاد اللي تحلم بها. الحاجه الثانيه نقدر نقول لك هذه صعب من الاولى، وهي السكنه. اي واحد دابا سولته فين غادي تريح نهار تمشي لاوروبا غادي يقول لك العائله ولا خويا ولا خالي ولا صاحبي، على حساب كل واحد، وما تيفكرش في هذه النقطه بجديه، حيت التركيز ديالو هو يمشي لاوروبا وصافي. ولكن اخويا ولا اختي نبغيكم تفكروا 100 مره في السكنه، حد من غادي تريحوا، شكون اللي غادي يوقف معاكم، شكون غادي يصبر معاكم حتى تقادوا الامور ديالكم. حيت الغربه عندها حسابات اخرى ديال الصحبه والعائله، ماشي بحال البلاد. بزاف الناس عاولوا على صحابهم ولا خوتهم وخواو بهم، غادي تجيك غريبه ولا قاصحه كيفاش واحد يقلب على خوه. ولكن هادشي اللي تنقول لك حس براسك بحال شفتيه بعينيك، حيت بغيتك تكون متاكد من هذا الشخص اللي معول تمشي عنده، حيت الايام والشهور الاولين تيكونوا قاصحين، والله يسهل عليكم كاملين. اخر حاجه هي اللغه، حيت ما يمكنش تكون باغي تمشي لواحد البلاد وما تعرفش لغتهم، حيت الاغلبيه تيقول مع راسو حتى نمشي وغادي نتعلم. بحال الا تعلم ليها قبل ما يمشي غادي توقع شي حاجه. اللي خاصك تعرف اول حاجه غادي تحتاج ليها نهار تحط رجلك في شي بلاد باغي تمشي ليها هي اللغه. بغيتي تسول على شي حاجه، بغيتي تمشي لشي بلاصه، بغيتي تشرب غير قهوه، خاصك باش تهضر، حيت بلا لغه غادي يولي خاصك تسنى ديما شي واحد مع من تخرج، ولا اللي يقلب لك على خدمه، ولا اللي يمشي معاك تصايب شي ورقه، حيت ما تقدر دير حتى حاجه بوحدك. داكشي علاش اللغه مهمه وضروريه نهار تحط رجلك في اوروبا. ما غاديش تبقى تسنى شي حد، غادي تعول على راسك، وحتى الا خوا بك شي واحد معول عليه غادي تخرج تسول على راسك وتقلب على راسك. عكس الا ما عندكش اللغه غادي تمحن بزاف وتقدر تسول اي واحد عايش على برا على المشكل ديال اللغه. داكشي علاش كما قلت في الاول الا عندك حلم واحد هو اوروبا، نوض تعلم حرفه تعاونك واللغه ديال البلاد اللي باغي تمشي ليها، وقلب على اللي غادي تمشي عنده ويوقف معاك. اما الا ما كانت حتى حاجه من هذا الشيء اللي قلت لك، كون على يقين اخويا ولا اختي، غادي تعاني بزاف وتقدر تفكر ترجع ولا ترجع كاع، بحال بزاف الناس وقع عليهم نفس البلان. وفي الاخير الله يسهل على كل واحد.